السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات مشتريات كده من السوق. اشتريت شوية خضار وشوية فاكهة كده. نزلت جبت الحاجات اللي لازماني. انا بقالي كده اكتر من 10 ايام ما نزلتش ولا اشتريت اي حاجة. فحسيت ان خلاص لا كده ايه لازم انزل واجيب كده الخضار بتاعي، عشان خاطر زي ما احنا عارفين يعني بنحتاج الخضار، الطماطم والفلفل والكلام ده كله في الاكلات بتاعتنا يعني وكده. فهوريكم كده الحاجات اللي انا جبتها، وهقول لكم كمان على الاسعار اللي انا اشتريت بيها. بس الاسبوع دوت انا الاسعار اللي انا جايبه بيها الحمد لله كويسه. بص اشتريت جوافة كده، الكيلو كان عامل 10، فأنا اشتريت 2 كيلو ب20. فهي كان تقريبا الكيلو كان ب20 من 10 أيام لورا، فيعتبر هي كده رخصت يعني وبقت كويسة. فأنا جبت 2 كيلو ب20 كده. هي طرية شوية بس حلوة، يعني هتنفع أكل وهتنفع عصير، بس احنا بنحبها أكل أكتر يعني. فأنا جبت 2 كيلو، ال2 كيلو كانوا عاملين 20. جبت هنا كده كيلو فلفل، فلفل اخضر بلدي. جبت الكيلو ب10. فلفل برضو يا بنات سعره رخص. كان اخر مرة انا اشتريته كان ب12 او ب15، يا 12 يا 15. فانا اشتريته كده امبارح الكيلو ب10. اشتريت الكيلو الفلفل ب10. فلقيت كام واحدة كده وانا بنقي الفلفل وكده لونهم احمر كده فعجبوني، فروحت ايه حطيتهم بتكملة الميزان يعني وكده. وهنا جبت كده بطاطا، البطاطا الكيلو ونص ب10. برضو البطاطا حلوة وسعرها برضو ايه كويس. اخر مرة اشتريتها كان الكيلو ب10. فالنهاردة اشتريت الكيلو، كيلو ونص ب10. انا شايفة ان الاسعار اللي انا اشتريت بيها يعني مرحومة شوية عن الايام اللي فاتت. يعني الايام اللي فاتت كانت كل حاجة كانت يعني ايه كانت غالية يعني وكده. بس كده. وجبت هنا كده خيار، جبت كده كيلو من الخيار. الخيار كان جبت الكيلو ب10. اخر مرة انا اشتريت الخيار كان الكيلو ب15، لكن النهاردة انا اشتريت الكيلو ب10. فالخيار برضو رخص. بصوا انا بحب الخيار، ما بحبش الخيار الصغير بصراحة. الخيار الصغير بيدبل بسرعة وما بيقعدش في التلاجة وبيكون مش حلو. لكن انا وتقطعيه كده بيكون صغير. لا الخيار الصغير عايز انك انت تخلليه. لكن انا بحب الخيار اللي هي الكبيرة ديت تكون حلوة ماسكة نفسها يعني. جبت هنا كده طماطم. جبت الطماطم ال2 كيلو ب25. فالطماطم سعرها رخص شوية. هي يعني طبعا بيجي عليها ايام بتكون ارخص من كده بكتير، بس هي برضو سعرها بالنسبة للايام اللي فاتت. انا اخر مرة جبت طماطم كان الكيلو ب20. لكن النهاردة جبت الكيلو، جبت ال2 كيلو ب25. فبرضو ايه سعرها كويس. جبت كده 2 كيلو طماطم. انا بجيب الطماطم عشان خاطر لو هعمل سلطة يعني كده بحب اجيب الطماطم تكون يعني ايه ماسكة نفسها شوية. وجبت هنا كده كيلو من الموز، الكيلو كان عامل 20. برضو سعر الموز رخص، عشان الموز كان ب25 وكان ب30. فهو السعر اللي انا اشتريت بيه دوت الكيلو كان عامل 20. فانا جبت كيلو واحد بس، عشان اولا الموز ما بيجودش بيبوظ بسرعة، واحنا مش بناكل فيه كتير. كمان اشتريت بلح يا بنات. البلح جبت كده كيلو ب10. فجبت كده البلح دوت اللي احنا بنحبه. وكمان انا بحب لما اشتري البلح ده بجيب شوية فيه كده مستويين يعني وكده، عشان خاطر بيكون طعمهم حلو. فانا جبت كيلو واحد بس، فجبت كيلو البلح ب10. بس بوريكم كده البلح المستوية انا بحبها. جبت كده كيلو واحد بس من البلح ب10. كمان هنا جبت كده جبت جرجير كده. الخمس ربطات كده كانوا عاملين 5 جنيه.
فجبت كده 5. احنا بنحب برضو ايه الجرجير كده يكون في الاكل مع الفطار، ايه سندوتش مش عارفه ايه كده، يعني بيكون حلو. وكمان هو لسه طري وحلو كده ومش حامي يعني، والواحد بياكله. فانا كده اشتريت ب5، جبت 5 ربطات كده ب5. فبرضو ايه سعرهم حلو يعني كويس. لكن البصل اللي هو لسه سعره زي ما هو الكيلو ب30. بس انا بصراحة ما جبتش بصل، يعني عندي كام واحدة كده فقلت همشي بيهم الدنيا. يمكن ان شاء الله كده يمكن البصل سعره كده يريح شوية، فنبقى ايه نبقى نشتريه يعني وكده. بس انا ما جبتوش في المشتريات دي. واشتريت هنا كده يا بنات، اشتريت باذنجان. الكيلو كان عامل كام؟ الكيلو كان عامل 5. لا لا، الكيلو ونص ب5. بس كده فمرضتش اكتر يعني، فجبت بس كيلو ونص. بيقعد عندي مثلا ايه الاسبوع كله، بنعمل منه في الفطار. بجلي منه كده مع في الفطار يعني وكده. بينفع في اكله كده، في اكل شعبي كده، في الغدا كده يعني الحاجات ديت. بس هي كل المشتريات اللي انا اشتريتها يا بنات ديت وبالاسعار. بس كده فحبيت ان انا اشارك معاكم المشتريات بتاعتي واعرفكم الاسعار يعني اللي انا اشتريت بيها. طبعا يا ريت ما تنسيش تنزلي تحت على كلمة اشتراك، تضغطي عليها وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بفيديوهات وتشوفيني كده على طول. مع السلامة.